السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، واللي بغى شي حاجة الله يقدر عليه. سيادي بلا ما نطول عليكم، ضيفة الحلقة هو العنوان خفيف على الجيب وعلى العين، اقتصادية في كل شيء من ناحية الصيانة واستهلاك الوقود وعملية كتر، وحتى ثمنها همزة واش من همزة. ضيفة الحلقة خوتي جاية من الهند، وبالضبط من مصنع سوزوكي معروفة باسمها الماروتي 800. بدات مسيرتها في 83 وخدت التقاعد في 2014، وعلى طول هاد المدة كتبقى أول سيارة في الهند من حيث المبيعات، وثاني أكثر سيارة من حيث الإنتاج. الشركة مبيعاتها وصلوا لجنوب آسيا بما فيها بنغلاديش، نيبال وسريلانكا وشمال المغرب وبعض الأسواق الأوروبية. تسمت بال800 حيث كتجيب محرك اللي الاستيعاب ديالو 796 سنتيمتر كيب، 796 سنتيمتر كيب جا مناسب مع وزن السيارة اللي ما كيتعداش 650 كيلوغرام. هاد العجبة خوتي كيجيب محرك 3 سيلندر، واحد بواط فيتاس مونيل 4 رابور كيولد لينا 37 حصان، والثاني بواط فيتاس مونيل 5 رابور كيولد لينا 45 حصان، مع اقصى عزم دوران كيوصل ل 58 نيوتن متر. من 0 ل 100 كيدار في الله اعلم، وسرعة قصوى في حدود 140 كم في الساعة كيف ما كتقول لنا الشركة. من ناحية استهلاك الوقود، الناس اللي مجربينها كيقولوا الله يعمرها دار غير كتشم، والشركة كتقول لنا ان السيارة كتكونسومي 6 لتر في كل 100 كيلومتر. بالنسبة لأبعاد السيارة، فطول السيارة هو 3 متر فاصلة 35، والعرض ديالها هو متر فاصلة 44. أما بالنسبة للارتفاع عن الأرض فهو 160 ملم. ندوزو للتصميم. بالنسبة لتصميم السيارة من الخارج هو تصميم أنيق ومحترم، كيف ما كنلاحظوا بأنها كتجيب فرانات القدام دياسك، وبالنسبة لفرانات اللور كيجو طوندور. بالمناسبة فالسيارة كتجيب دفع أمامي. بالنسبة للتصميم الداخلي حتى هو تصميم كلاسيكي وأنيق ومقبول، كيف كنلاحظوا كونتور كيعطيك الاولويات، مقاس السرعه، الحراره، الزيت ومستوى البنزين. ندوزو للمميزات والعيوب. بالنسبه للمميزات كنلاحظوا بان السياره اقتصاديه في استهلاك الوقود، ايضا قطع الغيار اللي متوفر في السوق وبكثره، وثمن الصيانه اللي سهل ورخيص. حجم السياره الصغير مزيان في الزحمه وسهل من ناحيه الباركينغ. اما من ناحيه العيوب غنلاحظوا انها ما كتوفرش على الايرباغ بالنسبه للسائق، وهذا الشيء امر عادي كسياره زعما في الفئه الاقتصاديه اللي بحال هذه. ايضا الكوفر صغير، ولكن ممكن طويل المقاعد وتزيد المساحه. ايضا العيب الاخر اللي كنلاحظوه هو الكليمه في الطوموبيل. الكليمه في الطوموبيل غير ديكور، وإلا كاينه امكانيه تضيفها فما ننصحكش حيت الموتور ضعيف يلا يكفي السياره. عكس ذلك ممكن ياثر على الاداء ديالها. اصلا الطوموبيل كلها على قد الحال، دارت باش تنقل بثمن رخيص فين ما بغيتي. ممكن انت الا بغيتي تزيد شي اوبشن اللي انت بغيتي بحال الكتور ملتي ميديا، شيء اللي ممكن يزيد جمالية الصالون. عزيزي المشاهد، جيتي حتى لهنا عجبك الفيديو، ممكن تدعمنا بشي لايك وسبسكرايب.